هو مهتم بفريق النكس، هو عمدة نيويورك. مهتم بفريق النكس، هو عمدة نيويورك. أيوة. بس هو بيتكلم عن ازاي الموضوع ده فعلا بيبني وبيجمع الناس مع بعض، ناس بتصوت لترامب وناس بتصوت لمبداني، وازاي بيتغلبوا على الصعوبات. وهو أخذ خطاب كان بس عن الاحتفال بالبطولة وخلى منه حاجة أكبر. ماشي، بس ده مش هيخليني أنسى إن مراته كانت بتحب هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل. هم بينكلوا ملايين من فلوس مجهولة المصدر عشان يحققوا هدف واحد، وهو الحفاظ على سلطتهم، عشان يقدروا يخلونا نتخانق مع بعض. ممداني عمدة نيويورك ألقى خطاباً بيتقال عليه إنه واحد من أفضل الخطابات السياسية في كل الأوقات. يا إلهي يا إلهي يا إلهي، الناس اللي فاكرين كده واضح إنهم مش عارفين كتير عن الخطابات. بس تعالوا نشوف بالماهر قال إيه عنها. طبعاً هنعرض الخطاب الرائع والمذهل ده ونتكلم عن معانيه الحقيقية وتأثيراته. بس الأول الخناقة الصغيرة دي بين بالماهر وضيفه روخانة اللي مختلفين بشدة على معنى كلام ممداني الحقيقي. انت يا امي شايفه ان ممداني شخص عظيم؟ أيوة فعلا، يعني شفت خطابه عن النكس. يعني أي حد يكون مش الموضوع اللي كان شاغلني اكتر حاجه. أنا مش محتاج. يستاهل تتفرج عليه عشان الخطاب ما كانش عن النكس بس. أول حاجة هو تقريبا عدد كل لاعب في النكس، يعني أنا نفسي مش هقدر أعمل كده عن فريق فورتشن. هو بيدي، هو مهتم بالنكس، هو عمدة نيويورك. أيوة، بس هو بيتكلم عن إزاي الموضوع فعلا بيبني وبيجمع الناس مع بعض، ناس صوتت لترامب وناس صوتت لممداني، وإزاي بيتغلبوا على الصعاب. وهو خد خطاب كان بس عن الاحتفال بالبطولة وخلاه حاجة أكبر من كده. هو موهوب ماشي، بس ده مش هيخليني أنسى إن مراته كانت بتحب هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل وإنه بيصاحب إرهابيين. لا يلا بقى، هو جه ضيف عندك في البرنامج؟ احنا بنعزم ناس زي دول يا رو، عمرهم ما بيجوا. هكلمه، هكون مبسوط جدا بكده. هو أظن إنك لازم تعمل كده بقى. هقول لك على حاجة، لو ممداني ظهر في حلقة مع بالماهر يا سلام يا سلام، هنتفرج عليها وهنغطيها، لأن الراجل ده مثال سيء جدا جدا للي بيحصل في الولايات المتحدة. وممكن تغطي على ده زي ما انت عايز وتقول إنه بيلقي خطب جميلة، وده طبعا هنشوفه كمان شوية، بس لازم تفتكر إيه اللي ممداني فعلا بيمثله. يعني ده كله عن الاستيلاء الإسلامي في المرحلة دي، هو اتوضع هناك عن قصد، وفي حاجة لازم نعملها بخصوص ده على فكرة. أهلا بيك في المواجهة، أنا ميركا مقدمتكم، وإحنا بنواجه زي ما الاسم ممكن يوضح. فلو حاسس إننا لازم نواجه كل اللي انت شايفه، اتأكد إنك تشترك وتفعل الجرس وتدعم الفيديو ده وتعمل كل الحاجات دي. أهلا بيك، انت لقيت ناسك. ويا سلام يا سلام، في شغل كتير لازم يتعمل. وانا كمان. أنا أحب أتكلم معاه، هو راجل ذكي، وأعتقد إنك هتلاقي. لا انا مش بقول انه مش راجل ذكي، هو راح البيت الابيض. يعني هو راح هناك بس مش قادر يجي هنا. المفروض يجي هنا. المفروض يجي هنا، وكمان AOC المفروض تيجي، وكمان كل الديمقراطيين. أيوة المفروض يجوا هنا. عارف يا مايك، أنت كويس. أنا صوتت لهم مش ليه، بس يعني هو محتاج فلوس ترامب، ومعاه هو مش محتاج فلوسك هنا للأسف. كلكم عارفين إن الأخلاق بتترمي من الشباك أول ما يبقى فيه فلوس محتاجينها، بس تعالوا نشوف إيه اللي حصل فعلا في الخطاب ده. وإحنا محتاجين ده، زي ما جرامشي كتب مرة: العالم القديم بيموت والعالم الجديد بيحاول يتولد. دلوقتي هو وقت الوحوش. الوحوش دي ليها أشكال كتير النهاردة، واللي بيمولوا إعلانات التلفزيون اللي مالية القنوات بهجمات مضللة وغير نزيهة، Refresh the clear, Brad was dairy. واللي يفضلوا يصرفوا فلوس أكتر بكتير على التبرعات السياسية عن اللي ممكن يدفعوه في الضرائب. وإيباك اللي أكتر حاجة بتخوفهم أكتر من إن الديمقراطية تاخد مجراها هي نهاية الإبادة الجماعية وحروب نتنياهو. طبعا أهو حصل، كانت سهلة، كانت بسيطة، كان لازم تحصل. أحسن خطاب على الإطلاق هو اللي قدر يخلي كل حاجة عن إيباك. تذكير لكل الناس اللي تقال لهم إن إيباك هي الصهيونية الشريرة، هي بتدار من أمريكا، مش بتمولها إسرائيل. هي كيان سياسي أمريكي مدعوم من يهود أمريكا، وبيروج لمنظومة معتقداتهم عن اللي المفروض يحصل جيوسياسيا، مش كيان إسرائيلي منهاش علاقة بنتنياهو فعليا. في الحقيقة كتير من مؤيدي إيباك بيكرهوا نتنياهو، بس ده موضوع تاني. الخطاب العبقري والمذهل عن النكس اللي ألقاه، وطبعا قدر يهاجم إيباك. طيب ليه ده مهم؟ لأنك لازم تفتكر أن نيويورك فيها يهود كتير جدا، عدد كبير منهم
وارتياحها في استخدام منصتها للهجوم على اليهود الأمريكيين، بصراحة في مشكلة شوية، مش كده؟ هم بيحركوا ملايين من الفلوس في الخفاء علشان يحققوا هدف واحد، وهو الحفاظ على سلطتهم، علشان يخلونا نعادي بعض بدل ما نعادي قادتنا. نتجه نحو التغيير الأخلاقي اللي كلنا عارفين إنه ضروري في سياسة بقالها كتير بتطلب من الناس الشغالة يقللوا من توقعاتهم ويرضوا بالقليل ويكتفوا بانتصارات بسيطة. وفي الوقت اللي مرتباتنا بتصغر أكتر وتكاليفنا بتزيد أكتر، ها هو خلاص جبتوا الاشتراكية بتاعتكم. في حد تاني حاسس كده؟ أنا لما بسمع صوته بحس إنه بيقرأ خطاب مكتوب بالذكاء الاصطناعي، وأنا عارفة إنك بس بتدفع بأيديولوجيتك وبتتظاهر إنك حاجة مش أنت، بس أنت اشتراكي وإسلاموي وبتكره اليهود. ده أنت، وده اللي بتمثله. طبعا نستسلم للاستسلام ونقبل اللي ما بيتقبلش. في أغنى مدينة، في أغنى دولة في تاريخ العالم، إحنا محتاجين. مين يهتم أصلا؟ يلا نشوف الإنترنت هيقول إيه. خطاب مامداني عن نكس. طيب بعيد عن ده، يلا نشوف هنا الخطاب الكامل لمامداني في الصفحة الجاية، وده بسهولة أحسن خطاب سمعته بحدث زي ده. 13 مليون مشاهدة، أحسن خطاب على الإطلاق. واضح طبعا، أنت عارف. وده هو. النهاردة وقعت أمر تنفيذي بإلغاء مواعيد النوم مؤقتا في مدينة نيويورك علشان كل الأعمار يقدروا يتفرجوا على فريقنا في نهائيات ال NBA. كرئيس البلدية بتضطري تاخدي قرارات صعبة، القرار ده ما كانش واحد منهم. يلا يا نكس، أنا أعتقد إن ده هزار، وأتمنى يكون هزار، بس ده النوع من المحتوى اللي هو بيعمله. بصي، أنا مخاطب أطفال، وحقول إن مواعيد نوم الأطفال لازم تتغير علشان يقدروا كلهم يتفرجوا على الرياضة وكلام من ده. وبعدين هعمل خطاب في أحبط مجموعة كاملة من الناس اللي بيمثلوا نيويورك تحت أعظم خطاب في كل الأوقات. وأنا تأكدت إنه كل الأطفال الصغيرين دول بيسمعوا، علشان ده السبب اللي أنا موجودة عشانه. أنا حفلة تلقين دلوقتي بأي حد منكم فاكر اللي حصل الأسبوع اللي فات؟ بعد الخطاب الجاي جاستن زوران ممداني أعلن إن حفلة المشاهدة الجاية اللي كان بيروج ليها برا ماديسون سكوير لازم تتلغي. عارفين ليه لازم تتلغي؟ عشان كده نيويورك بقت بالشكل ده تحت حكم ممداني. بعرض لكم ده من غير تعليقات كتير، غير إني أفكركم إن ده الفيديو اللي كان عايز الأطفال الصغيرين دول يصحوا علشانه. على الأقل كلنا بنحب وبندعم الرياضة، على الأقل الرياضة هي الحاجة اللي بتجمعنا كلنا، على الأقل الرياضة رائعة وجميلة، وكمان مكان رائع نهاجم فيه أعدائنا ونفكر نيويورك بإيه هو الصح والحلو. صح؟ لأن إباك وحشة والعنف رائع، وكل الحاجات بتنتهي نهاية رائعة جدا. شكرا لاهتمامكم بالموضوع ده.